السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا المحترمين جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين امبارح ونزلنا لكم الفيديو بالوزن بتاع العمر ال 30 يوم، وبسم الله ما شاء الله الوزن كان جميل الحمد لله والشكر لله. النهارده عمر 31 يوم، النهارده عمر الفراخ 31 يوم، وهنشوف الاول الحمام بتاع الفراخ اخباره ايه ونكمل معاكم الفيديو. بس الاول سموا بالله وصلوا على حبيبنا الكريم محمد رسول الله. اعزكم الله. طبعا ده لون الحمام اهو، صدفه بقى لما الاقي حمام قدامي كتير كده يا جماعه اهو. اعزكم الله اهو حمام اهو الطبيعي برضو زي ما احنا متعودين نشوف ان ده الطبيعي. هنشوف كده. انا بصور معاكم على فكره الساعه 6:30 الصبح، الفيديو ده بصوره الساعه 6:30 الصبح. بسم الله. ببص كده عشان اشوف حمام برضو اوريه لكم بس مش لاقيه اهو. بس كده. بس المشكله في اهو وقعته برضه. عايزاكم والله يا جماعه اهو في تحت نزل تحت اهو، لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقيه تحت اهو ماشي. المهم الحمام زي ما احنا الحمد لله والشكر لله متعودين نشوفه كل يوم. طبعا انا كنت امبارح مبيته على اللهم صل على سيدنا محمد نسبه بسيطه بس ايه يعني، حاطه نسبه بسيطه بس خل ونسبه بسيطه عسل بس. النهارده برضو هعمل سقوه من العيار التقيل، وزي ما قلت لكم قبل ما نعمل سقوه قبل ما نعمل خلطه لازم الاول نبص على حمام الفراخ. الناس اللي بتخش القناه جديد نوروني وشرفوني، ومتابعين المحترمين عارفين الكلام ده كويس قوي، لان هم الناس اللي متابعه معايا بالظبط. بنطل على الحمام الفراخ لان الحمام الفراخ ده اول حاجه بتحدد السقوه والخلطه قبل البرد. يعني ممكن الفرخ يبقى عنده برد تعملوا له كل حاجه، لكن الا حمام الفراخ ده صعب جدا يا جماعه. هو اللي بيحدد معاك السقوه وهو اللي بيحدد معاك الخلطه اللي انت هتعملها. عشان كده احنا بنخش اول ما بنعمل اي حاجه بنبص على حمام الفراخ. لو انا بقى طالعه اعمل سقوه مثلا لزياده الوزن زي عسل زي خميره زي حلبه زي ما هعمل النهارده، ولقيت الحمام متغير او لا قدر الله فيه اللون احمر او ابيض او اخضر او بني او ايا كان اللون، هقف مش هعمل الحاجات دي. لان طبعا الحلبه المغليه والعسل والخميره الحاجات دي كلها عايزه اقول لكم ممتازه جدا جدا. الحلبه في زياده الوزن رهيبه، والتنفسي كويسه جدا للتنفسي كمان، واللي هو البرد يا جماعه. والخميره طبعا بتزود الوزن، والعسل فاتح شهيه ومنشط للكبد وبيخلي بيفتح شهيه الفرخ يسحب بالعلف اكتر. يعني كل حاجه من دي بتكمل بعض. الثلاثه دول لو الفراخ عندهم اي لون اسهال من اللي انا قلته ما ينفعش ان انتوا تحطوا لهم الايه السقوه اللي انا هعملها دي. طب صلوا على النبي كده وتعالوا نشوف معانا ايه الاول. بس نشيل بس السقايات كده والعلافات عشان نظبط الدنيا وانتوا معانا، وبعد كده هنوريكم السقوه كده بقى. يعني حبينا ان احنا نشيل العلافات عشان نزودها علف ونشوف الايه السقوه بتاعتنا. بصوا يا جماعه انا يعني لو بس يبقى بغلي بحط السقوه دي بغليها لاي حاجه خارجيه وملهاش حتى عندي غطا او حاجه، بحط طبق يا دوبك على قد المكان اللي انا الحاجه اللي انا بغلي فيها. لاني لازم وبكرر تاني وعاشر الغلوه اللي انت بتغلوها او ايا كان عشبه بتغلوها لازم تتغطى كويس جدا وتوطي عليها تغلي ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، تفضي كل الزيوت اللي فيها. واوعوا تسيبوها مكشوفه، لان الزيوت والبخار اللي بيطلع من السقوه دي او العشبه اللي انت بتغليها هي دي الفايده. فتغلي خالص ربع ساعه واطفي عليها وسيبيها زي ما هي، ما تكشفهاش الا لما تطلع لي الفراخ لما تبرد خالص. لان انت لو كشفتيها كأنك ما عملتيش حاجه وهي سخنه، لازم تبرد خالص ماشي. فدي الحلبه اهي انا غليها والله من امبارح بالليل، طبعا الجو ساقع. بصوا الحلبه زي ما انتم شايفين اهي. طبعا احنا بنغلي رتل ميه اهو يا جماعه. حلبه مغليه اهي. طبعا انا هاخد الحب ده ارميه للايه للبط او الفراخ البلدي، برميه للبط او الفراخ البلدي. طبعا انا عايزه السقوه، اهم حاجه عندي السقوه اهي. دي حلبه مغليه عايزه اقول لكم رهيبه في زياده الوزن. طبعا احنا بنجيب حوالي لتر ميه وبنحط عليه قيمه 5 6 معالق حلبه وبنغليهم. بنيجي نصفيه بناخد السائل بنقسمه على سقايتين، كل سقايه 4 لتر مع طبعا الخميره مع العسل. المهم دي السقوه بتاعتنا النهارده رهيبه في زياده الوزن. سموا بالله وصلوا على رسول الله. هنصفي السقوه ونحط عليها خميره ونحط عليها عسل
ونحطها للايه ونحطها للفراخ. ماشي، ممتازه يا جماعه جدا في زياده الوزن. بس هرجع واقول وباكد تاني وتالت وعاشر، الناس اللي بتبقى عند الفراخ عندها اسهالات وتعمل الحاجات دي غلط. الناس اللي بتبقى الفراخ عندها اسهالات وبتعمل السقوه دي، سواء بتحط عسل او بتحط حلبه او خميره، طول ما الفراخ عندها اسهالات انت كده بتدمري الفراخ اكتر، لان انت بتزودي عندهم الاسهالات. طبعا الخميره والحلبه والعسل دول معروفين على قد ما زي ما قلت لكم بيزودوا الوزن بطريقه رهيبه، بس بيزودوا الاسهالات. فانت كده بتقضي على الفراخ اكتر. عشان كده بنقول وبنخش وبنقول وبندقق على الحمام. الناس اللي بتربي فراخ بيضه يا جماعه، الناس اللي بتربي فراخ بيضه تخش تدقق على الحمام الاول وتبص على حمام فراخها الاول. الناس اللي بتربي فراخ بيضه تخش تدقق على الحمام الاول وتدقق على الايه، على لون الحمام الاول قبل ما تعمل اي حاجه، عشان ما تدمريش فراخ. زي ما قلت وبقول تاني، تربيه الفراخ البيضه مش صعبه، بس عايزه اللي يفهم لها. شوفي فراخك، احنا بنقول نخش نبص على حمام الفراخ، بنقول نخش نبص على التهويه، على التدفئه، شوفي الفرشه نضيفه ولا مش نضيفه، شوفي صوت الفراخ، في عطسه، في كخه تعالجي، شوفي الجسم لحم الفراخ، لو مزرق يبقى المكان مكتوم، او سموم في العلف تجيبي مضاد سموم، لو المكان مكتوم تحاولي تهوي المكان. في حاجات كتير لازم الناس تاخد بالها منها، لان الحاجات دي لو انت ما خدتيش بالك منها بتدمر فراخك، وتيجي تقولي فراخي اتدمرت من ايه. والله الفرشه مش كويسه ولها ريحه، طلع منها ريحه امونيا، نضفي، مش مشكله ايه يعني، ما تنضفي، ايه المشكله؟ لان الفرشه دي مشكلتها مشكله كبيره جدا، وقلت لكم في الفيديو اللي مشي، اول حاجه بتجيب كوكسيديا وكوليستيريديا للفراخ الفرشه. انا هرجع تاني احط قوالب الطوب. ليه بقى؟ يعني انا شلت قوالب الطوب هرجع تاني احطها، لاني لقيت في قلب اللهم صل على سيدنا محمد، امبارح بالليل لقيت في قلب، انا داخله احط لهم اكل، كان المغرب كده، بشوف الميه، بشوف الدنيا، بطلع اطل على، لقيت في قلب السقايه حمام. ليه؟ عشان انا مش رافعاها على طول، بس انا شلتها علشان بيزحلقوها بس. فانا هرجع احط الايه، احط الطوب تاني. ما دام لقيت حمام في الميه او بكره الاقيه في العلف، يبقى انا كده ما عملتش حاجه، يبقى انا كده الارضيات بقى ملهاش لازمه ان انا احطها. لقيت حاجه قدامي زي كده بعد ما عملت ان انا حطيت الارض السقايات والعلافات على الارض، لا هضطر ان انا احطهم على طوب تاني، لان كده فراخي هتتعب. فانا لازم انا ابص على فراخي، اشوف المشكله فين واعالجها، ما اكبرش دماغي منها. العلافه بقى تقع هي وحظها، لكن الميه تقع هي وحظها، هنضف هعمل ايه، لكن الفراخ ما تتعبش مني. انا لازمتي ايه؟ لازمتي ان انا ابقى اهتم بحاجتي وانضف لها بس كده. ويعني الموضوع ده ما بيحصلش يا جماعه، ده بيبقى يعني حاجه طارئه كده لما بتبقى السقايه ما بقاش فيها ميه كتير. العلب مثلا في فرخ بياكل بيعوج العلافه. عايزه اقول لكم ان الفتحات دي بتحوش العلف برده كويسه. العلافات دي برده من الناس اللي بتربي على الارضيات بلاستيك فيها حواجز بتحوش العلف، فاحنا برده هنحط طوب والامر لله. اهم حاجه نحافظ على فراخنا، اهم حاجه نحافظ على فراخنا. ماشي، سموا بالله وصلوا على رسول الله. نظبط الدنيا ونحط الطوب ونحط السقوه ونحط العلف كده زي ما انتم شايفين. حطينا قوالب الطوب تاني اهو، واول حاجه حطينا الايه، حطيت يا جماعه في حاجه خارجيه بطرمان كده بغطا، حطيت فيه العسل والخميره، وحطيت فيه شويه ميه، ودوبته جامد جامد جامد، حتى اقلب فيه وارج فيه لغايه لما الخميره بقت مش باين فيها اي حاجه. وبعد كده حطيت على الحلبه وقلبتهم على بعض، وزودت هنا ميه وهنا ميه في سقايات. ليه بقى انا بعمل الخميره بره واللي مع العسل مع شويه ميه؟ علشان الخميره لو حطيتها في السقايه على طول هتعمل كتل، هتلف مني. الكتل دي لو عملتها الخميره هتسد الخرم بتاع السقايه اللي هو بيجيب الميه. فلازم الناس اللي بتعمل السقوه دي يا جماعه تعمل الخميره بره مع شويه عسل مع الايه، مع الميه، ترجها خالص لغايه ما تبقى ميه سايله كده، وبعد كده تحطها على الحلبه وتزودوا ميه وتحطوا على الايه، على السقايات، عشان الخميره تاني والتالت ما تعملش مني الكتل وتسد الايه، وتسد السقايه ما يعرفوش يشربوا. او لو انت رايحه مشوار وعملتي الموضوع ده من غير ما تعملي اللي انا قلت عليه، هتسد السقايه وهتيجي تلاقي الفراخ عطشانه لا قدر الله ميته. فخلي بالكم من حاجه زي كده، لان الخميره بتعمل كتل. الناس بقى اللي بتدي مضادات حيويه وبتدي شيح وبتدي حلبة قبل الذبح وعايزه تغير الطعم، يا جماعه احنا معروف بنغير الطعم بالخميره والعسل.
الناس اللي عايزه تغير الطعم قبل ما تذبح بحوالي اسبوع، خميره وعسل. واول حاجه العسل، لو مش هتحطي خميره حطي عسل. العسل اللي بيغير طعم الايه، الفراخ، من المضاد الحيوي ومن الشيح من الحلبة. وثلاث حاجات تمنعوهم قبل الذبح: حلبة وشيح والمضادات الحيويه كلها. الحلبة والشيح واي مضادات حيويه لازم تتمنع قبل الذبح حوالي باسبوع. ماشي. هنحط بقى العلف اهو ونحط الفراخ كده بقى. خلصنا اهو، حطينا العلافات 4 علافات اهو، وحطينا سقايتين. ان شاء الله بامر الله، بامرك يا رب، الفيديو الجاي بامر الله هعمل برضو سقوة ورق جوافه على جنزبيل على ايه، على نعناع. عايزه اقول لكم الزيت النعناع برضو، يعني هقول برضو اللي ليا واللي عليا، زيت النعناع جاب نتيجه بامانه الله، جاب نتيجه. يعني قبل ما احط السقوه بتاعت اخر سقوه اللي انا عملتها معاكم، اللي هي ورق الجوافه والزنجبيل وورق النعناع، وانا داخله وانا عاملاها وانا داخله عشان اسجل معاكم الفيديو اصلا، وانا داخله كنت بسمع صوت عطس او خنفره او الحاجات دي، وانا داخله عشان احط لهم السقوه دي. بصراحه ما سمعتش اي حاجه في اليوم ده، يعني ما كنتش حطيت السقوه دي اصلا، كنت انا اصلا بحط قبلها زيت نعناع. فالحمد لله والشكر لله. برضو زيت النعناع يا جماعه كان عامل اساسي برضو ان ربنا ايه يجعله سبب ان ربنا يشفي ايه، يشفي الفراخ من البرد. فبرضو السقوه دي مش وحشه، ممتازه جدا يا جماعه. الزنجبيل مع بس هو الزنجبيل السليم زي ما وريتكم، مع نعناع اخضر، مع ايه، مع ورق جوافه. هعمل لهم ان شاء الله بامر الله السقوه دي برضو الفيديو الجاي، ممتازه جدا قوي الحمد لله. يعني عايزه اقول لكم الحمد لله والشكر لله، الفراخ ما فيش برد، ما فيش اي حاجه روح فيه، بنقول حتى لو بنسبه قليله بنقول، لكن الحمد لله. عايزه اقول لكم والله ما في اي حاجه عندي خالص، الحمد لله والشكر لله. طبعا دي من فضل ربنا. فاحنا لو هنعمل الحاجه دي حتى كوقايه، لو هنعمل الحاجه دي حتى كوقايه، حتى مش لازم برضو زي ما قلنا يبقى الفراخ عندها حاجه، حتى لو انا هحط زيت النعناع حتى لو مره كمان كوقايه، لو هعمل خلطه ثوم وبصل وليمون كوقايه. فهمتوا يا جماعه؟ بس كده. يلا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب اكون قدمت لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حطوا لنا اللايك فضلا وليس امرا، جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.